مظبوط. احنا ما بنحاسبش انفسنا. حضرتك ملتزم بالرساله اللي بتأديها، ان ربنا سبحانه وتعالى حطك في مكان بتأدي رساله فبتأديها صح. هل تسمح انك انت تتنازل عن رسالتك وتقدم حاجه غلط؟ لا لا لا، حاجه غلط. وبعدين في مساله ليها علاقه بالضمير المهني. يعني انا دايما بعتصم بالمهنيه. وجزء من المهنيه فيما او بخلفيه هذه المساله هو الضمير المهني. علينا ان نراعي ضميرنا المهني في اداء رسالتنا. علينا ان نقدم ما ينفع الناس. مش علينا ان نشغل اوقاتهم وفراغهم بتفافف الامور وبالشكليات وبالامور الشخصيه. انا استفيد ايه لما اعرف ان فلان صاحب فلانه ولا فلان متخانق مع فلان؟ انا طيب انا شغلي ايه؟ ما هو ده كلام متزن وكمان كلام جميل جدا. يعني حضرتك متفق معانا جميعا ان اللي حصل ده غلط جدا. مش الحقيقه انا ما سمعتش يعني كل يعني الحلقه من اولها. انا اسف، انا يعني لا مش مصاب، ولكن يعني انا بتكلم على السؤال اللي حضرتك سالته لي تحديدا. وبالتالي في هذه الجزئيه فقط هل انا موافق او مش موافق؟ انا بقول ان دي كانت يعني محاوله طيبه، ولكنها انا شخصيا بشوف ان مش هو ده المساله اللي لازم يعني نقف عندها او نتوقف عندها. مش هنقف عندها ولا نتوقف عندها، بس انتهت بالشكل المناسب. لو انت اعلامي بتدير على فكره هي المساله حتى لو نيتك يا استاذ جمال ممكن اسالك سؤال وتجاوبني بشكل مباشر قوي. المساله ليست في النهايه، المساله في المبتدا. طيب تمام، صاحب الفكره ما بنحملش المسؤوليه على محمود سعد لوحده. مين صاحب الفكره ومين اللي عمل الحلقه؟ انا ما اعرفش مين صاحب الفكره ولا مين عمل الحلقه، بس كمان ما ينفعش ان احنا نقول ان اصل وزير الاعلام هو سبب كارثه الجزائر، وزير الاعلام هو سبب مش عارف ايه، وزير الاعلام هو سبب ايه، وزير الاعلام هو مسؤول عن ثقب الأذوة. طب احنا حضرتك يعني طب وزير الاعلام يا استاذ جمال، لو وزير الاعلام اتضح من تحقيقات ان هو صاحب الفكره، تقول ايه حضرتك؟ خلاص يتحمل المسؤوليه. احنا ده اللي بنقول المسؤوليه، يتحمل المسؤوليه. بس انا مش عايز يعني ناخد هذه المساله منصه علشان يعني ايه نصفي حسابات سياسيه. طب مين اللي بيصفي يا فندم؟ مين اللي بيصفي؟ انا شايف محسن راضي يعني وله كل الاحترام والتقدير، يعني كان فتح النار في هذا الاتجاه. يا باشا ده كل مصر فاتحه النار. قول لي الحاجه الكويسه اللي اتعملت في الاعلام المصري يا استاذ جمال وانت موضوعي معروف عنك الانصاف. لا يا استاذ عيد، لا اتفضل. ما ينفعش كمان ان احنا ما نبقاش يعني موضوعيين. احنا مش حضرتك بتنادي بالموضوعيه؟ لا انا ملتزم بالموضوعيه جدا. مش وبتنادي بهذه الموضوعيه؟ طبعا لا طبعا حصل تطور كبير في اداء التلفزيون المصري. يعني ما نقدرش ننكر هذا. في ملاحظات، في سلبيات، وارد. ومين ما عندوش ملاحظات ولا سلبيات؟ هو انت ما عندكش ملاحظات ولا انا ما عنديش ملاحظات؟ لا كل الناس طبعا عندها، كلنا عندنا ملاحظات. هو يعني في الاخر كلنا بشر. طيب استاذ جمال، النائب الدكتور احمد الضبع عضو مجلس الشورى عايز يسال حضرتك سؤال. اتفضل يا فندم. مساء الخير يا جمال بيه. مساء النور يا احمد بيه. احنا طبعا التقينا مع بعض في اكثر من حلقه مع حضرتك. اهلا وسهلا. هو طبعا انا معاك زي ما قلت حضرتك، ولو تابعت جلسات المجلس امبارح ما نشر يمكن انا قلت احنا ضد التعميم، لا نعمم. اذا حدث خطأ في برنامج فهذا لا يعني ان كل الاعلام فاسد. صحيح. فانا بتفق معاك في الجزئيه دي، ولكن السؤال اللي عاوز اساله كاعلامي متمكن حضرتك، الم يكن من الاجدع في حاله حسن النيه لعقد جلسه الصلح هذه ان تكون حلقه مسجله ولا تذاع على الهواء مباشره، خاصه ان جميع المشاهدين بمجرد ما تم الاعلان عن الحلقه واعلان اسماء الضيوف الكل توقع ما سيحدث قبل ان يحدث. احمد بيه، يعني احنا كلنا مهنيين وعارفين كويس ان في مثل هذه الامور يجب ان يكون هناك اتفاق مسبق بين الاطراف على طبيعه هذا اللقاء وعلى ما سينتهي اليه، والا تصبح المساله عبث. تمام. طيب تمام. يبقى حضرتك بتقول ان عبث اللي حصل ده عبث؟ لا انا ما بقولش كده. بص يا استاذ ايمن، انت صاحبي شاطر ما تقولنيش. انت حبيبي يا استاذ جمال. انت حبيبي. طب انا هخلي الاستاذ محسن رضا عايد سؤال برضه عايز اساله لك. اهلا وسهلا يا استاذ جمال. يا استاذ نائب، انا عايز اقول ان اولا ما فيش حاجه اسمها تصفيه حسابات، وهذه اللغه
لا ينبغي ان تكون في الحوار السياسي، لكن انا اللغه اللي انا بقولها ولا اللغه اللي سيادتك بتقولها؟ اللغه تصفيه الحسابات دي. انا عايز اقول لحضرتك ان هناك مسؤوليه، الاعلام مسؤوليه ورساله. انا بنقل لحضرتك بعد اذنك، بنقل لحضرتك حقائق حدثت، بجيب تاريخ عشان اقيم هذه التجربه. بقيم التجربه دي من خلال المنظومه اللي موجوده. احنا من خلال مناقشتنا في مجلس الشورى وفي مجلس الشعب ناقشنا، يمكن احمد بيه موجود اهو، الراي العام عارف كله وحضرتك عارف. اثناء ازمه غزه كان هناك توجيه اللوم الشديد من قبل الدول العربيه بشكل مسيء لمصر، فكل النواب حملوا مسؤوليه الاعلام لانه ما قدرش يسوق دور مصر تجاه غزه. ادي واحد. تمام. اثنين، في الجدار العازل نفس الحكايه. ثلاثة، في أزمة المباراة اللي حصلت ما بين أي جدار عازل اللي حضرتك بتقصدها؟ نفس الحكاية وقت ما اتعمل الجدار العازل. أي جدار عازل اللي حضرتك بتقصدها؟ أنا ما بخشش في الموضوعات، أنا بخش في لا أنا ما بخشش في الموضوع، أنا بقول لحضرتك أي جدار عازل. الجدار العازل اللي موجود بين مصر وغزة، بين مصر وغزة. ده مش جدار عازل. يا أستاذ أنا ما بناقشش الجدار العازل دلوقتي. هنا دي مسألة أنا ما دخلتش في غزة. لا مش موضوعنا الجدار العازل، لا مش موضوعنا، مش موضوعنا. لا مش موضوعنا، مش موضوعنا. ده موضوعنا يا أستاذ جمال، مش عايز أقول رأيك ولا رأيك. الأمن القومي لا يجوز إن إحنا أنا قلت لك حاجة هتبنى رأيك، بس أنا بقول أثناء هذه الأزمة مصر وجهت ب سباب وشتائم كثيرة، فالتلفزيون المصري جابوها لنا في مجلس الشعب وفي مجلس الشورى وقالوا سبب المصيبة دي إن ما قدرش يسوق. في أزمة المباراة بتاعت مصر والجزائر نفس الحكاية، في مشاكل كثيرة هكمل لحضرتك بس. فاحنا لما بنجيب وزير الإعلام وبيجي رئيس اتحاد اذاعه التلفزيون في مجلس الشعب، وبعدين نواب الاغلبيه بيتفقوا مع نواب العارضه في ان الوزير ورئيس الاتحاد مسؤولين مسؤوليه كامله عما يقع. طيب السؤال المطروح، انا بقى هسالك سؤال اهو بقى. لما مجلس الشعب وهو اللي بينوب عن الشعب بالكامل وبالاجماع زي مجلس الشورى بيودي اللوم للوزير، أين المسؤولية؟ يعني هل في وزير اتحاسب في مصر؟ انتوا ما تقوليش بقى تصفية حسابات، في وزير اتحاسب؟ انتوا بتمارسوا يعني انا بسأل سؤال، ولكن في الموضوع كده خرجنا عن نطاق حاسب انت الوزير او خلي الاغلبيه تحاسب الوزير، احنا ساكتين. استاذ جمال احنا يعني بشكرك جدا جدا، مداخلتك معانا كانت اثرت الموضوع. شكرا استاذ جمال عماد. استاذ وائل، تقييمك للي حصل ده واللي انت شفتيه دلوقتي على الشاشه، تقييمك كاستاذه اعلام بدرس اعلام، قواعد الاعلام، ان انا تورطت في حلقه او المسؤولين في الاعلام ورطوني في حلقه، ازاي ادير حلقه زي دي واخرج بسلام؟ هو طبعا في اشكاليه الاختيار اساسا من القضيه دي، يعني احنا برضه من جزء من المسؤوليه الاعلاميه، ايه القضايا اللي هي هتتقدم للناس، ايه القضايا اللي بتشغل بال الناس اللي هي فعلا بتفيدهم، وزي ما حضرتك ذكرت ان الاعلام ده رساله واكيد رساله وليها هدف. هو بس احنا في مشكله دلوقتي عندنا، يمكن على الرغم من ان برامج التوك شو البرامج دي يعني كانت اتاحت مساحه كبيره جدا من الحريه، وده شيء لا ينكره اطلاقا يعني، لكن في نفس الوقت هي يعني اثارت قضيه مهمه جدا، ويمكن دي اشكاليه من زمان احنا بنناقشها وبنفكر فيها. هو الاعلام هل يقدم ما يريده الجمهور ولا ما يجب يعني ان هو يقدم للجمهور؟ لان احيانا هذه النوعيه من البرامج اصبحت يعني بتسير وراء ان انا اقدم الشيء المثير، الشيء اللي بيجذب الناس، بيرفع من درجه المشاهده، بتدخل فيه طبعا عناصر اخرى المشاهده بيستتبعها طبعا مساحه اعلانيه اكبر وبالتالي دخل اكتر، في ظل بقى منافسه كبيره جدا ما بين اللي حتى مش بس الاعلام يعني حكومي او اعلام، انا ضد فكره المعايير تتجاذب ما بين الحكومي، لان في النهايه الاعلام هو اعلام، الرساله الاعلاميه هي رساله.
وما ينطبق على الاعلام الدولي يجب ايضا ان ينطبق على الاعلام الخاص، اللي التزم بالمهنيه وبالمعايير وبالضوابط. فهنا بقت يعني احنا يعني القضيه دي بقت كبيره، فبقت اشكاليه. ان انا علشان عايزه في ظل المنافسه وفي ظل ان انا عايزه يعني اسابق البرامج الاخرى، عايزه اجذب اكبر قدر من التمويل الاعلامي، عايزه نسبه مشاهده عاليه، فبالتالي بدات هنا المناخ نفسه يولد ممارسات اعلاميه بتخرج عن الاطار اللي هو بنقول عليه اللي هو اطار الرساله الاعلاميه الصحيح. يعني انا يعني التلفزيون المصري طبعا ليه رساله وليه سياسه اعلاميه، واحنا عارفين في نساق شرف اعلامي